أهلا فيكن يا غوالي. فأول حلقة لمسلسل صيادة بمشرط. الحلقة بتفتح على صورة بنت صغيرة قاعدة لوحدها على الشط، ماسكة دميتها وإيدها مجروحة. الجو ضباب، البحر ساكن، وفي شاحنة بيضة راكنة قدامها. بتحس فوراً إنه في شي غريب وموش عادي صاير، وإنه هالطفلة مش مثل أي طفلة. ينتقل بيننا المشهد لملهى ليلي. الأجواء حلوة والناس ترقص والموسيقى شغالة، وفجأة بنلاقي بنت تطعن شخص وهي مستمتعة بفعلتها بطريقة وحشية. الدم يتطاير على وجهها وهي بتبتسم. المفاجأة؟ بتفوت ساهيون الطبيبة الشرعية وبتبدأ تفحص الجثة بهدوء، برود وعقل تحليلي رهيب. يجي المحقق ويقول لها: ليش اجيتي؟ كنت رح نبعت لك الجثة للمشرحة. بتقله: كنت قريبة فاجيت. يخبرها المحقق إنه في مشتبه فيهن، فبتروح لحتى تشوف إذا كان واحد فيهن هو المجرم. لما تدخل تلاقي الشرطة بيحاولوا يمسكوا شخص، فبيطلع عليهن سكين. فهي بكل برود تقول: مو هو القاتل، مسكته للسكين خاطئة. بيضحك المشتبه التاني وبتشوف فيه وتحاول تستفزه. لما تطلع السكين ويشوفها المجرم يبتسم ابتسامة شيطانية. بيحاول يعتدي عليها فبتضربه على راسه. بعدها يدخل المحقق وتخبره إنه المشتبه به الثاني هو القاتل صاحب السكينة. بالمقابل منشوف جونغ هيون المحقق النشيط يلي عامل كمين هو وزميله لمجرم حتى يمسكوه. بس للأسف زميله لما يدخل السوبر ماركت يشوف صبي يسرق شوكولاتة فبيقبض عليه. جونغ هيون ما بيعجبه الشي يلي عمله رفيقه، فبيجادل معه ويخبره إنه لازم نلتزم بخطتنا ونركز على المجرم يلي جينا من شانه. بيشوفون المجرم وهن بيتخانقوا، فبيعرف إنهم شرطة. بيهرب المجرم منهم بسرعة وبيحاول جونغ هيون إنه يلحقه، بس مع الأسف ما بيقدر لأن جونغ هيون بيصطدم بسيارة، وهيدا الشي يعطي فرصة للمجرم حتى يهرب. لما رجعوا للمكتب المدير صار يعيط عليهم ويوبخهم لأنهم فشلوا في المهمة. بعد ما تكمل سيهيون تشريح الجثة نشوف ربطتها المميزة. بعدها تطلع وفي طريقها للبيت تصادف القطة اللي معتادة تأكلها كل يوم. تلمح حجارتها فبتخبرها إنها لا تحط أكل للقطة هون، وهي بتصرخ بوشها. بتطلع فيها سيهيون بنظرة باردة وكأنها منا بمزاج للحديث. بتمشي وبتخليها. باليوم الثاني الشرطة بتكتشف جثة ملفوفة بتيس بلاستيك مرمية بحقل. بيرسلوها للطب الشرعي فوراً. بتبدأ سيهيون في عملها. بيكتشفوا خيط أحمر بيرجع ذكريات لسيهيون. كمان يكتشفوا الجثة ناقصة أعضاء، فيها فطر غريب ومربوطة بخيط أحمر. شو القصة؟ كل شي بيقول هاي مش جريمة عادية. بنرجع للمشهد فبداية الحلقة لعند الطفلة يلي كانت جالسة على شط البحر. بس هالمرة منشوفها وهي عم تروح ناحية الشاحنة البيضاء وتركب فيها. وهيك تخلص الحلقة. استنونا في الحلقة الجاية. لا تنسونا اللايك والمتابعة، وخلونا رأيكم بكومنت. يا غوالي.